السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه ديالي اللي هي قناه ديالكم، معكم شروق في فيديو جديد وخبر جديد كما العاده. نتمنى تعم فيه الافاده. خوتي خواتاتي، خبر مهم وخبر عاجل. اتصال هاتفي جد مهم من الخارجيه الروسيه للخارجيه المغربيه. السيد ناصر بوريطه كيتلقى هاتف مهم، و نقدر نقولوا اتصال هاتفي اللي كيعني بزاف، وغادي نتكلموا عليه في هذا الفيديو. غادي نطرقوا لهذا تغيير موقف روسيا امام المملكه المغربيه، وخصوصا من بعد ما احنا عارفين بان روسيا راها نقدر نقولوا الدوله الداعمه للنظام الجزائري. كيف ما عارفين، مناورات عسكريه، تعاون في عده نقدر نقولوا مناورات، كذلك شراء سلاح من طرف الجزائر. نقدر نقولوا روسيا هي اللي كتدعم الجزائر بهاد الصفقات ديال السلاح وامور اخرى كثيره، يعني الدعم كامل والسند الكامل طرف روسيا. كنشوفوا بان الايات قلبات، بان روسيا دارت، وبان هدف من أهداف روسيا هو المملكة المغربية في شمال أفريقيا كدولة ولا كقوة صاعدة. المغرب ماشي الجزائر الإخوان، وماشي كيف ما كيدعوا هاد نقدر نقولوا النظام العسكري أمام الشعب ديالو. بقاو معايا في هذا الفيديو. كيف ما قلنا، اخبار مهمه، اخبار حصريه كيما العاده في هذه القناه المتواضعه. على بركه الله ندخلوا في صلب الموضوع. طبعا اول حاجه واهم حاجه، تحيه كبيره ليكم الناس ديالي مي خنتي اينما كنتم. شكرا لكم دائما وابدا على الدعم، على التحفيز، على اللايك وعلى البارطاج. طبعا اللي مازال ما اشتركش في القناه، هذه هي الفرصه باش يشترك، يفعل الجرس باش دائما يوصلوا كل جديد. ما تبخلوش علينا بلي كومونتير ديالكم، ونتمنىكم تشاركونا الاراء ديالكم. خوتي خواتاتي، فعلا تم الاعلان من طرف الخارجية المغربية في موقع التواصل ديالها تويتر وكذلك فيسبوك. كنشوفوا بان في الباغينه، يعني باغينه اوفيسيال ولا في الباج اوفيسيال، بان تمت واحد الاتصال هاتفي من طرف سيرجي لافروف، يعني وزير الخارجية الروسي. اتصال مهم واتصال حاسم، اتصال اللي كيقلب هاد نقدر نقولوا المعايير كامله، وكيقلب هاد نقدر نقولوا الصوره ديال شمال افريقيا. كنشوفوا بان روسيا غيرت الاوائل ديالها ولا الاولويات ديالها عفوا تجاه الجزائر، ولا يعني نقدر نقولوا الدعم ديالها اللي كان للجزائر حاليا ما بقاش، يعني لا دعم ولا سند. كانت روسيا يعني ابوستاندو بور الجزائر في شمال افريقيا وفي القاره الافريقيه بصفه عامه، ولكن شفت بان الجزائر والو مقارنه مع المرتبه اللي وصلت لها المملكه المغربيه، والسند والدعم اللي ولا عند المملكه المغربيه، وقوه ضاربه اللي طالعه في شمال افريقيا. وكذلك ما نساوش بان حتى المملكه المغربيه هي الباب الرئيسي للاستثمار، لتعزيز الشراكات والعلاقات والصفقات مع الدول الأفريقية. واضحين؟ يعني نقدر نقولوا بأن المغرب هو يعني الباب اللي كيفتح للاستثمار لأي مستثمر، سواء في المملكة سواء في القارة بصفة عامة. معرفين العلاقات والتحالف وهاد نقدر نقولوا التعزيز اللي كاين بين المغرب وعدة دول أفريقية اللي عندها نقدر نقولوا كتير 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 ديال يعني المعادن وديال البترول وديال الغاز وديال عدة ريكورسوس. نقدر نقولوا المغرب صديق ديالهم وشريك ديالهم، وكذلك هو اللي فتح لهم الأعين ديالهم تجاه الدول اللي احنا عارفين شكون هما، كيجيو وكيبغيو يستغلوا هاد الخيرات ويستغلوا هاد الثروات اللي عندهم. فلهذا علاش غادي نرجعوا ثاني للموضوع فرنسا. فرنسا رافضه
هذا المنصب اللي ولا فيه المغرب تجاه الدول هذه، وكذلك الموقف اللي نقدروا نقولوا المغرب ولا كقدوه لهاد الدول هذه، يعني باغيين كاملين يوصلوا فين وصل المغرب، وكاملين متبعين هاد الخطوات المغرب. فلهذا كنشوفوا بان روسيا عرفت بان الجزائر ما منهاش، يعني هاد السنوات ديال الدعم والسند ضربوا لها في زيرو. وطبعا عاودت كيف ما قلنا الدراسات ديالها وراجعات الامور ديالها، وقالت بويا بوستار بور المغرب. تلقى وزير الشؤون الخارجيه والتعاون الافريقي والمغاربه المقيمين بالخارج ناصر بوريطه اليوم ثلاثاء اتصال هاتفي من نظيره كيف ما عارفين وزير الشؤون الخارجيه الروسي سيرغي لافروف، وأوضح البلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه المباحثات همت تطور العلاقات الثنائية في إطار الاحترام المتبادل والحوار البناء وتعزيز التعاون القطاعي. كذلك كما تم خلال هذه المباحثات يضيف البلاغ تناول قضايا إقليمية ودولية. الإخوان كيف ما كنشوفوا هذا الاتصال راه عنده معاني كتيرة، وعنده يعني بزاف ما يتقال. كيف ما عارفين هذا اللقاء هذا الاتصال عفوا الهاتفي راه بحد ذاته ضربة قاضية للجزائر. هذه أول حاجة. الجزائر كانت كتدعى بأن روسيا هي السند ديالها وهي الظهر ديالها، كيف ما المغرب السند والظهر ديالو أمريكا، فروسيا كانت ديال الكامرانات ولا ديال هذا نقدروا نقولوا النظام العسكري. دابا شني بقى ليها ما يتقال؟ دابا الجزائر شني عندها ما يتقال الإخوان؟ كنشوفوا بأنها فعلا ضربة قاضية، ضربة اللي كتخلي الجزائر يعني تتحطم بصفة نهائية، وخصوصا من بعد ما شفنا بأن الدعم للمملكة المغربية مش غير من روسيا، من عدة دول ديال الاتحاد الأوروبي، كذلك دول أفريقيا، دول أسيوية، أمريكا اللاتينية، طبعا السند والدعم أمريكا اللي هي الحليف نقدروا نقولوا الأول للمملكة المغربية. وطبعا كنشوفوا بأن روسيا ما بغاتش تضيع الفرصة من إيدها، وقلبت وجهها على الجزائر كيف ما كنقولوا وكيف ما قلنا، ودائما نبقاو نقولوا بان السيد ناصر بوريطه وهاد السياسه الخارجيه ديالو، سياسه النفس الطويل، الدبلوماسيه الرائعه ديالو اللي كتخلي جميع الدول يركعوا طبعا لهاد الدبلوماسيه اللي عنده. وطبعا شفنا شنو يعمل مع ألمانيا وشنو يعمل مع إسبانيا وشنو يعمل مع دول كتيرة وعديدة. ما نساوش بأن باقي الدور الماجي على فرنسا. فرنسا حتى هي غدوز من نفس الطريق اللي دازوا منها طبعا الأصدقاء الأوروبيين الآخرين. وكنشوفوا بأن حتى روسيا ها هي يعني قلبات وجهها على النظام العسكري وعلى الجزائر، وباغا تعزيز العلاقات مع المغرب، باغا تحسين العلاقات، باغا يكون احترام متبادل، باغا تطور العلاقات الثنائية، وكذلك باغا مباحثات في قضايا الإقليمية والدولية. خوتي خواتاتي عندكم واسع النظر، خليوا لي تعليق ديالكم، شاركوني الآراء ديالكم، ما تبخلوش علينا باللايك بالبارطاج، ما غادي تخسروا والو. لايكيو لا فيديو، بارطاجيو لا فيديو. دمتم في رعاية الله وفي حفظه، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.